دعا مرشح لرئاسية 2019 الجزائريين للزواج بأكثر من زوجة كمحاولة جادة للقضاء على العنوسة في الجزائر، وتعهد لهم مقابل ذلك بتقديم منح وامتيازات لكل امرأة تقبل بأن تكون زوجة ثانية. وقال المرشح الرئاسي المغمور سالم الأطرش ابن ولاية غرداية إنه يقدم حلولا للعنوسة، مشيرا إلى وجود 13 مليون عازب في الجزائر، وبحسبه فإن برنامجه يهدف إلى توفير سكن ومنحة مالية معتبرة للزوجة الثانية، موضحا أن ثروات الجزائر تكفي لتغطية نفقات 200 مليون نسمة وليس 40 مليون نسمة فقط. وقد أثارت دعوة هذا المرشح الغير معروف للرئاسيات 2019 سخرية وتهكم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين نصحوه بضرورة الاهتمام بأمهات المشاكل التي يعاني منها الشعب الجزائري وليس الزواج وتعدد الزوجات، وطالبوه قبل الحديث عن الزوجة الثانية أليس من الأفضل والمفيد والأنسب التفكير في الزواج أولا وتوفير شروطه ومستلزماته، ومن قبل ذلك الحديث عن الزوجة الثانية والثالثة.